إذا دخلت المسجد وبدأت تحية المسجد وأنا أصلي قيمة الصلاة، هل أكمل؟ فيه تفصيل، يعني إذا كنت تصلي سواء سنة راتبة أو تحية المسجد أو نافلة مطلقة وأقيمت الصلاة ماذا تفعل؟ هل تقطع أو تكون؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أصلي فأقيمت الصلاة فأكملت صلاتي فجاءني النبي من خلفي وأمسكني وحركني، يعني قطع صلاتي يعني حتى أدخل في صلاة الفريضة. فلذلك أنت تقدرها. إذا كنت تدرك أنك تكمل النافلة وتلتحق بالصلاة قبل أن يكبر الإمام، ما تطوفك تكبيرة الإحرام ولا يطوفك الصف الأول، يعني أنت تدري مثلا الإقامة طويلة، مثلا بعض اللي يقيمون الصلاة كنا أذان مثلا يمديك تخلص، أو أن الإمام يطول استووا اعتدلوا كذا كذا كذا، أو القليل عدد المصلين بحيث تدرك الصف الأول، أو أنت أصلا قاعد تصلي بالصف الأول. المهم أنت تقدرها، إذا تقدر تكمل بدون ما تفوتك تكبيرة الإحرام ولا الصف الأول كمل. ليش؟ لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا كنت تظن أن لا ممكن يفوتك الصف الأول أو ممكن تفوت تكبيرة الإحرام، اقطع الصلاة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني عطى حل للعامة، يعني عام، يقول: إذا كنت بالركعة الأولى اقطع، إذا كنت بالركعة الثانية كملها سريعة، إذا كنت بالركعة الأولى اقطعها، وإذا كنت بالركعة الثانية كملها سريعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.